واللي قدامكم في الصور دول المشتبه فيهم الثلاثه. الاولى هي ريم اخت المجني عليه، والتاني الحاج عرفه ابو الضحيه، والتالت بسام صاحب المجني عليه. وانا رامي عبد الحليم، محقق سري، وانت موجود هنا عشان تساعدني في حل القضيه. خلال السنة اللي فاتت أنا حققت في قضية كانت متعبة في الأول، وده لأن الجاني لففنا حبة حلوين حوالين نفسنا، لكن على مين؟ عرفت أوصل له للنهاية وقدمته للمحكمة وخد جزاء اللي يستحق. الحكاية بدأت لما جالي بلاغ إن في جثة وصلت المستشفى وكانت مطعونة كذا طعن متفرقة حوالين جسمه كلها، وعلى طول اتحركت على المشرحة اللي جوه المستشفى أنا وفريق البحث بتاعي عشان نبدأ التحقيق ونوصل لسبب الجريمة. بمجرد ما وصلت سألت الفريق الطبي عن أي معلومات ينفع تفيدنا في التحقيق، فقالوا من الجثة لشاب ووصل عن طريق الإسعاف وكان معاه أبوه وأخته، وعلى طول خرجت عشان أتكلم معاهم وأجمع أي معلومات تفيدني في التحقيق. واتكلمت مع أخته اللي كانت ساعتها بتعيط ومنهارة، فقربت منها وعزتها وقلت لها البقاء لله في أخوكي، وقلت لها عن أي معلومات ممكن تفيدنا عشان نوصل للقاتل. بس في حاجة وأنا بتكلم معاها ما كنتش مرتاح، بس قبل ما أقول لك هي قالت لي إيه تعال أديك شوية معلومات اللي عن طريقها تخمن القاتل وتساعدني في حل القضية. المعلومة الأولى وهي أهم معلومة، اللي مات أو المجني عليه اسمه تامر، ومات جوه أوضة نومه في بيته مطعون بكذا طعن. المعلومة التانية، تامر كان في بينه وبين حد من صحابه خلاف كبير جدا، وده كان قبل ما يموت بكام يوم. المعلومة التالتة، أبو المجني عليه بيقول إن وقت ارتكاب الجريمة كان نايم في الصالة وما صحاش ولا سمع اي حاجه غريبه. المعلومه الرابعه، المجني عليه كان دايما في حاله خناق مع اخته، كان دايما بيعلق عليها وعلى تصرفاتها. المعلومه الخامسه ودي عايزك تركز فيها قوي، لاني وانا بفحص مسرح الجريمه ما لقيتش ولا باب ولا شباك مكسور. يا ترى بعد المعلومات دي هتعرف تخمن مين القاتل؟ لو عرفت اكتب لي تحت في التعليقات. نرجع لاخت المجني عليه ريم، وانا بتكلم معاها قلت لكم ان انا مرتحتش شويه، بس قالت لي معلومات في غايه الخطوره. قالت لي ان هي كانت نايمة وقت ارتكاب الجريمة، وإن هي سمعت صوت غريب بره في الصالة، فقامت جري على الصالة عشان تعرف فيه إيه، فلقيت في حد غريب خارج من أوضة أخوها تامر ومعاه سكينة وبيجري على الباب. طبيعي جدا هي راحت تجري وراه، ولكن هو كان أسرع منها ونزل جري على السلالم. طبعا جه في دماغك السؤال اللي جه في دماغي، قلت لها هل تقدري تحددي ملامحه؟ قالت لي لا أنا ما أقدرش أحدد ملامحه. قلت لها ليه؟ قالت لي والله لان انا كنت صاحيه ومش مركزه. بس قالت لي حاجه غريبه قوي، قالت لي ان هي شاكه في حد، لان الهيئه العامه بتاعه الشخص ده كانت حد هي بتشبه عليه. الشخص ده قالت ان هو ممكن يكون صاحب اخوها تامر واسمه بسام. طبعا قلت لها شكرا يا ريم، وجمعت فريق البحث بتاعي وطلعنا على بسام عشان نواجهه باقوال ريم اخت تامر. بسام اول ما شافني ما حسيتش باي توتر تجاهه، وكان فعلا مصدوم من موت صاحبه، وقال ان مش هو اللي قتله وملوش علاقة بالجريمة، وقال إن وقت ارتكاب الجريمة كان قاعد على القهوة مع صحابه لمدة 3 ساعات كاملين. طبعا المعلومات اللي هو قالها دي لازم أتأكد منها، فبعت حد من فريق البحث بتاعي عشان يتأكد، وفعلا فرغنا الكاميرات اللي محيطة بالقهوة اللي قال عليها بسام، واكتشفنا إن هو فعلا كان قاعد مع صحابه طول اليوم أو وقت ارتكاب الحادث. ده غير كمان لما كشفنا عليه ما لقيتش عنده أي سوابق إجرامية، ومن هنا خرجت بسام من دايرة الاتهام ورجعت احتار تاني مين يكون ارتكب الجريمة. لكن فكرت تاني في كلام ريم لقيته مش مقنع بالنسبة لي. ازاي يعني ابوها كان قاعد في الصالة وما سمعش اي حاجة غريبة، لدرجة ان في حد غريب دخل قتل ابنه وخرج من غير ما يكون صاحي؟ ده غير كمان ان ولا في باب ولا شباك مكسورين، معنى كده ان مفيش حد غريب دخل جوه الشقة. ده غير كمان لما فحصت الكاميرات حوالين البيت لقيت ان مفيش حد غريب دخل العمارة كلها وقت ارتكاب الجريمة. ومن هنا بدأت ان انا اشك في ريم وبدأت أدور وراها، وفعلا اتحركت في شكل سري متخفي للمعهد اللي هي بتدرس فيه، وبدأت أجمع شوية معلومات عنها. الغريب إن كل المعلومات اللي أنا جمعتها من شباب، مفيش ولا بنت تعرف عنها أي حاجة، يعني أسرارها وكل أصحابها عبارة عن شباب. البنات تقريبا علاقتها بريم شبه معدومة. وكان في شاب اتكلم معايا وقال لي كلام خطير جدا على ريم، قال لي إن هي معروفة وسط زمايلهم بملكة التجمع، وإن هما الاتنين كانوا صحاب قوي قوي قوي، وان هو ما يعرفش عنها حاجه بقاله فتره. فسالته ليه، فقال لي ان ريم واخوها كانوا على طول في حاله خناق مع بعض، وفي اخر خناقه اخو ريم خد الموبايل منها ومنعها من نزول المعهد او حتى تشوف حد بره البيت. طبعا الخلافات دي كلها ريم ما كانتش قايله لي حاجه عليهم، وده اللي اكد شكي فيها ان هي ممكن تكون على علاقه بالجريمه. ومن هنا بدأت تستجوب ريم للمرة التانية وواجهها بشكل صريح. ليه خبت عني الخلافات اللي بينها وبين أخوها؟ ده غير كمان زي ما قلت لكم من شوية البيبان والشبابيك ما كانوش مكسورين، معنى كده إن اللي قتل
مش حد غريب. هي كانت اتوترت ساعتها وانهارت واعترفت ان هي اللي قتلت اخوها. طبعا اعترافها ده بالنسبه لي كان صادم، لان انا مش شايف اي مبرر للقتل. لكن ريم قالت وضمن اقوالها ان هي قتلت اخوها عشان كشفها بتكلم شباب، وان هي على علاقه غير مشروعه بمجموعه من الشباب، ووصلت ان هم اتخانقوا وخد منها الموبايل، لانه في مره وهو بالليل معدي من قدام اوضتها سمعها بتكلم شباب، ولما خد الموبايل بتاعها اكتشف ان هي بعت صور مش كويسه مش لشاب واحد، ده لكذا شاب، وقال لها ان هو هيفضحها ويقول لابوها، وكمان هيمنعها من نزول المعهد. من هنا حست ان هي هتتفضح، وكمان مش هتكمل تعليمها، وكل علاقتها بكل زمايلها هتتقطع. فحطت خطه واستغلت نوم اخوها تامر وقت رجوعه من الشغل، ودخلت عليه الاوضه وجابت سكينه من المطبخ وحطت ايديها على بقه عشان ما يطلعش اي صوت ولا اي نفس، وبدات تغرز وتطعن السكينه في كذا مكان في جسمه لغايه ما مات في ايديها. اللي لفت نظري قساوه ريم على اخوها، لان هي في التحقيقات قالت حاجه غريبه قوي. قالت ان وهي بتقتل اخوها كان باصص في عينيها، ما كانش بيقاومها، كان مفكر ان هو بيحلم. ولما خلصت تحقيق مع ريم بعتها على المحكمة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والمحكمة حكمت عليها بالإعدام. ولأن هي المحكمة اتأكدت إن ريم حطت خطة لقتل أخوها وهي هادئة البال، وده اسمه في القانون ظرف الإصرار، وده بمجرد توافره المحكمة بتحكم بالإعدام. استنونا في لغز جديد مع المحقق السري رامي عبد الحليم.